هاي جايز، فيديو النهاردة هيكون عن روتيني لأسبوع لم التراكمات. طبعا الفيديو ده هيكون عبارة عن ان انا الم كل اللي ورايا والايام على حسب المادة يعني. فقبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت وشير وشعارات يلا بينا نبدأ. بس اولا لازم تعرفوا ان مش مصورة كل حاجة بالتفاصيل، انا مصورة بس وانا بعمل. فاول حاجة ده اليوم الاول، وقررت ان انا اذاكر 8 ساعات ان شاء الله، يعني التزم بال8 ساعات دول. هو طبعا حمل واسع شويه، بس اهم حاجه ان اذاكر ال8 ساعات عشان اقدر الم كل اللي عليا. كتبت الدو ليست بتاعتي وان شاء الله يعني اعرف الم واكتب فعلا كل اللي انا قلته. حددت كل اللي انا عايزه اعمله وحددت كمان الوقت، حددت كل حاجه. دلوقتي انا هبدا اذاكر من اخر حاجه. ليه؟ لان في الاخر مترتب على الاول. يلا بينا نبدا بالليكتشر 3. لازم تبقى فاهمها كويس. محدش مهتم يسمع معاناتك غير لو نجحت، لكن طول ما انت ما نجحتش محدش مهتم يسمع معاناتك اساسا، ولا حد مهتم ان هو يخفف عنك. والله ما حد مهتم. لكن في اللحظه اللي هتنجح فيها معاناتك هتبقى هي القصه الكول اللي كل الناس بتحب ان هي تسمعها. النهارده اليوم التاني، فقررت ان انا مش هعمل او مش هذاكر ماده كبيره زي مثلا الانجليزي او الفلسفه. بالنسبه لي الفلسفه والمنطق دي ماده كبيره جدا عليا، فقررت ان انا اذاكر تاريخ. ودلوقتي كمان ساعه ولا ساعتين رايحه درس، فقررت كمان اراجع على درس الرياضه اللي انا رايحه له. فيعني قبل الدرس كده يعتبر ما عملناش اي حاجه، فانا هاخد من بعد الدرس. انا هعمل التايم ان انا تقريبا اذاكر 6 ساعات، لان انا شايفه ان يعني الدراسات ايه، انا شايفه ان التاريخ مش بياخد وقت معايا، لان دي ماده بحبها اصلا، وماده بالنسبه لي لذيذه، مش زي المواد التانية زي العلوم المتكامله ذاكرت 9 ساعات وفي الاخر حاسه ان في معلومات مفوته مني. بس يعني الحمد لله هنراجع يعني شويه بشويه. فاكسبكت تايم بتاعي هيبقى 6 ساعات. القلم بيبكي في الزاويه، العلبه حرفيا خلصت وده اخر قلم، واقلام انا مصر كلها خلصت. فكمان وانا جايه من الدرس هجيب اقلام وهجيب اداه مكتبيه هبوريها لكم. انا الدرجات دي تافهه يا تافهه. قفلت يعني؟ لا، جبت 4 من 5. ايه؟ والله ليكي. تعالي، تليفون جديد لمامينا. بابا قال مش هيجيب. افتحي بس. بابا قال مش هيجيب. انا لسه فتحتوش، انا زيك. اتفضلي افتحيه. هفتحه ازاي؟ ثانية خلاص. ايه؟ انبوكسنج للموبايل. ايه ده؟ يتفتح كل فيديو نعمل انبوكسنج؟ بيتفتح ازاي؟ الحاجات دي المفروض ما تتحش. مالك يا جوج؟ من هنا هتعمل كده شكلك يا جوجو. هو مفتوح اصلا. وجماعة بعد ما فتحنا الموبايل رحت عملت لي كوباية شاي وكملت مذاكرة بتاعة التاريخ عادي جدا ولا كأن في حاجة حصلت. يا جماعة انا خلصت الحمد لله كل اللي عليا، وذاكرت 5 ساعات من اصل 6، فالدنيا تمام. وكمان اللي ذاكرت عملت له ملخصات. فيا جماعة انا مبسوطة من نفسي جدا. فيا جماعة النهاردة اليوم الثالث، فقدت الشغف فنزلت اشتريت الهايلايترز دول. دلوقتي الساعة 4:30 وانا مبدأتش لسه في اي حاجة. النهاردة قررت ان انا اخد يوم العربي، فانا لسه مبدأتش، عشان متراكم عليها محاضرتين، وقررت ارجع على القديم عشان امتحانات الشهر اللي جاي بقى ان شاء الله. ف جبت القلم يحمسوني ويلا بينا نذاكر، عشان بجد دلوقتي الساعة 4 وانا صاحية متأخر اصلا، صاحية الساعة 12 ولا واحدة، صاحية الساعة 1 وبس. فيا جماعة أنا بدأت في النصوص، خلصت النص ده، هو أنا لسه مخلصتوش، فاضل جزء وفاضل ساعة ونص، ساعة يعني
9:30 و5. اوكي، فين الماوس؟ يا فاضل لي جزء. ادي فسفوسه كام؟ دول معرفش كام دقيقه، بس اتس اوكي. هخلص دي وارجع لكم. هبدا اليوم الخامس. انا كتبت اعمل حاجات و يعني expected time عاملاه 8 ساعات اصلا. يعني دلوقتي الساعه 5 6 7 8 9 10 11 12 واحدة. يعني لو قعدت سهرانة لحد الساعة 1 بدون مرقعة هبقى اخلص 8 ساعات. فكرة الفلسفة والمنطق بجد المادة دي تقيلة على قلبي بشكل فظيع. انا هذاكر بس مش هذاكر كل متراكم عليا او زي ما باخد في المدرسة، لان المدرسة عندنا الميس كل عندها تقريبا كل يومين، فمستحيل اذاكر كمية الدروس اللي هي بتديها لنا دي. بس انا هذاكر على الاقل 4 دروس، باب وباب، فاهمين؟ يعني واحدة وواحدة. انا الى حد ما اعرفش تقسيمها بالباب ولا الواحدة، فاعتبروني لسه طالبة جديدة في اولى ثانوي. طبعا يا جماعه، بعد ما قلت ان انا هذاكر فلسفه ومنطق، انا حرفيا مش قادره اذاكر فلسفه ومنطق. انا بالنسبه لي الانجليش اللي هي كان بالنسبه لي الكابوس بتاع الثالثه اعدادي، بالنسبه لي ان الفلسفه والمنطق بقت هي الكابوس. انا دلوقتي كتبت الفيديو ليست، هذاكر جرامر. هتقولي طيب والفوكاب هتسيبيه يعني لحاله مرمي؟ هقول لكم لا، هفضل يعني هذاكر جرامر واحل عليه على قد ما اقدر. وبعد كده لو في وقت تاني، انا بجد يعني انا خلاص ما حطيتش اكسبكت تايم، لان انا بحاول اذاكر على قد ما اقدر. ولو في وقت هحفظ كانت انجليزي تاني. طيب لو مفيش وقت، انا كده بحفظ في الاسبوع متقطع، في الصبح بقى، في اخر النهار، ما بشوف الكلمات على يوتيوب على اي حاجه. فانا اوريدي بحفظ كلمات في وسط على طول كده، فمش عاملها وقت محدد ان انا احفظ فيه كلمات. بس الجرامر ده هو يوم انجليزي فهيبقى كله جرامر، فاهمين؟ كده زي الفل. طيب دلوقتي انا هطلع كل الشيتس بتاعت الجرامر والكتاب، وهسمع فيديوز يوتيوب، وكمان هعمل لها ملخصات عشان ابقى اذاكرها بعد كده في المستقبل. يا جماعه بصوا، هو انا خلصت يونت 1 جرامر وتلخيص، بس ما حلتش. نعمل كده صح؟ ماشي. ورينا عزماني على 2 اندومي، فمش هنقول لا يعني كده هنزل المذاكره ونروح ناكل. فيا جماعه خلال ساعتين ذاكرت يونت 3. بس نقفل انت. خلصت يونت 3 وكمان عملت له ملخص، ذاكرته وعملت له ملخص، وقاعده احل على العموم. هو المفروض دي اصلا واخداها المره اللي قبل اللي فاتت، بس عشان طبعا بنتكم من كتر الاجتهاد ما عندهاش وقت تحل، فانا بحل دلوقتي. حطوا لايك بقى. على العموم انا خدت ساعتين وهاخد نص ساعه كمان عشان تبقى خدت ساعتين ونص في يونت. اوكي، هحل دي في نص ساعه، اكتر من نص ساعه مش هديها للامانه. خلصت النص ساعه خلاص اوكي. ما خلصتش هحطها زي ما هي في الفولدر. اوكي. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، ان انا الفايل ده كله اصلا او ما فيش غير فيه كام يا دوب قراءتين 3 تمام، يونت 1 و 2. اوكي، ما فيش غير الورقه دي يونت 3، يعني 1 و 2 3. اوكي، بس بما اني يعني اكيد خدت 2 قبل كده، ويونت 1 انا مراجعاها، ويونت 3 انا لسه مخلصاها، فانا هحلها كلها. يعني غلطت ما غلطتش، كده هبعت للمستر يبعت لي كل الانسر بتاعت، يبعت لي الاجابات. اوكي بس عدينا الحمد لله يعني ساعتين. بعد طبعا مش كلهم على بعض، يعني خدنا ساعه ونص على بعض، بعد كده اهو ساعه، يبقى كده ساعتين ونص. اما انا اقعد كده بس. بصوا ده خطي في ثالثه اعدادي، بعدين يعني عن لو في كلام مكتوب غلط. ده خطي في ثالثه اعدادي، ده خطي في ثانوي. يا لهوي بص اسكتي يا جماعه، ده انا اصلا ولا خدته في المدرسه ولا في الدرس، مش عارفه كاتباها ليه. ودي ما ذاكرتهاش، وذاكرت ساعه، يبقى كده ذاكرت 3 ساعات ونص. مش هدي مارينا فلوس، ما علينا. انا كنت كاتبه حاجات بس انا ما شفتها مش مناسبه خالص، فانا ابتديت اكتب من الاول. فهنعدل التودو ليست اللي عملتها الصبح. ايوه انا فعلا عملتها الصبح، مش عارفه ايه اللي خلاني بجد اعمل حاجه الصبح وانا اصلا لسه ما ظبطتش اموري، بس ما علينا. دي حاجات هتتلغي حرفيا، يعني باظت لي الدودو ليست، بس ما علينا. هكتبهم وارجع لكم، لان هم طوال وكتار برضو، ولا طوال ولا كتار ولا اي حاجه انا كاتباهم هنا اصلا. يا جماعه دي التودو ليست، واكتشفت ان في حاجات اجزاء من الدرس نفسه، فما عنديش اي مشكله
اي مشكله فكتبتهم عادي جدا، وده بعيدا عن الخط يعني. ويلا بينا نبدا على طول. انا حابه افشركم ايه، حابه ابشركم واقول لكم ان في اول 40 دقيقه خلصنا التفكير واهميه التفكير الانساني. خلصنا اول 2، هاخد بريك صغنطوط، هاكل حاجه وارجع تاني. وبعد ساعة و10 دقايق خلصنا أساليب التفكير وكمان تعريفات المنطق. هاخد لي بريك نص ساعة وارجع تاني، هاكل وارجع. يا جماعة اهو اللي انا كتبته. اوكي، وهبدأ الحصة التالتة. وكمان بدون هنا، ومستر بيحل وبيشرح وبيلخص، حاجة يا جماعة تحفة بجد. مستر مين؟ مستر جابر، بجد تحفة. فخليكم هنا تشوفوني وانا بذاكر يس.